السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله مع بعض كده هنعمل طريقة عمل المكرونة بالبشاميل على اصولها. هتشرفك في العزومات ومستحيل تعمليها بأي طريقة تانية. امشي معايا بس بالطريقة بتاعتي وشوفي خطواتي وهي تطلع من ايدك مظبوطة. شايفين الشكل عامل ازاي والطعم؟ كان حاجة كده اللهم صل على النبي تحفة. يعني ربنا يبارك لها، الصراحة ربنا اللي علمتها لي. انا الاول ما كنتش بعرف اعملها خالص، بقيت الحمد لله يا رب دلوقتي بقيت استاذه فيها. ربنا يبارك لها يا رب، مرات اخويا حبيبه قلبي هي اللي علمتهاني. بس هي بتعمل فيها تكايه صغيره، ايه انا ما بعملهاش. تعالوا بس نخش نشوف المقادير وبعد كده هقول لكم هي ايه. معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه، ومعايا برضو بتاع نص كيلو بصل كده او كيلو الا ربع بصل الصراحه. إيه قشرناه كده اهو زي ما انتم ما شايفين وخرطته. وايه وادي اللحمه المفرومه معانا فيها نسبه دهون بس ايه بسيطه. هجيب حله وهنزل فيها بالبصل، واحط عليها ايه كام معلقه سمنه، معلقتين سمنه كده، وحبه زيت صغيرين. انزل بالبصل معاكم وهفضل ايه اشوح في البصل كده شويه لغايه ما يصفر معايا، وبعد كده ايه هقول لكم هنعمل ايه تاني. هفضل كده اقلب شويه في البصل لغايه ما يصفر معايا، يدبل بس انا مش عايزاه يتحمر قوي، انا عايزاه يدبل كده يصفر ياخد اللون الذهبي الخفيف قوي ده. هنا يا جماعه انا ما نزلتش نزلت بالبصل وشلت حبه منه كده. البصل بقيه البصل اللي انا شلتهم بقى دول احطهم كده على اللحمه، وهدعكهم كده شويه، واحط عليهم حبه فلفل اسمر، وهقعد اقلب فيهم برده شويه كده. بعد كده ايه هنزل بيها على البصل اللي انا شوحته. الخطوه دي يا جماعه برده بتدي طعم حلو قوي للحمه وهي بتتعصق كده. انا هنا ما نزلتش الا بفلفل اسمر بس على البصل، على قصدي اللحمه. حبه فلفل اسمر بس اللي نزلت بيهم، ولا حطيت ملح ولا حطيت اي حاجه. التوابل بتاعتي لسه مش هحطها دلوقتي. هاخدهم كده بعد ما قلبتهم في بعض وهنزل بيهم بقى ايه على بقيه البصل. يعني هنا كنت بوريكم بص البصل اصفر معايا ازاي. هنزل بقى بباقي اللحمه بتاعتي، انزل بيها كلها وهسيبها برضو كده تتشوح شويه مع في قلب البصله. بعد كده بقى ايه هنزل بالحاجات اللي اقول لكم عليها دلوقتي. على فكره يا جماعه مش عيب ان الواحد يتعلم، احنا اصلا عايشين في الدنيا دي عشان خاطر نتعلم. انا لسه لغايه دلوقتي بتعلم وكل يوم هفضل اتعلم. العيب انك تقول مش عايزه اتعلم او مش هعرف اعمل الحاجه دي. لا، الواحد لما بيحط دماغه في حاجه خلاص بيعملها. واللي عنده كمان حاجه ممكن برضو يقولها لي او يكتبها لي في الكومنتات وانا برضو هشوفها. هنا بقى مرات اخويا بقى بقول لكم، كانت بعد ما بتعصج اللحمه كده كانت بتحط ايه بقى التوابل بتاعتها وبتحط عليها طماطم. انا ما كانتش بتسيب الطماطم تتسبك فيها. انا هنا عيالي مش بيحبوها بالطماطم بقى، بس هي برضو بالطماطم كانت بتبقى طعمها جميل. يعني هنا حطيت بقى كنت مقطعه فلفل وطماطم كده صغيره خالص. هي بتعصر طماطم وتحطها، انما انا هنا مقطعه طماطم وحطها. هسيبهم يتشوحوا برضو كده شويه. بص هنا كنت بوريكم خلاص بقى هنا كده كانت خلاص استوت. هطفي عليها البوتاجاز وهبشر بقى جزره واحطها ايه عليها. انا بحب احط الجزره بعد ما ايه ما اللحمه تستوي خالص، مش بحبها تستوي في قلب اللحم. الجزر هنا بقى يا جماعه بتدي طعم مسكر جدا قوي للحم. هنا كان معايا بصل بودر، توم بودر، كزبره، فلفل اسمر، كمون، وحبه ملح. هنزل بيهم كده بقى على اللحمه بتاعتي بعد ما اتعصجت واقلبهم شويه ببعضيهم. وبعد كده هننقل اللحمه دي في حاجه كده وفي نفس الحله هنسلق فيها المكرونه. هنا كنت خلاص بقى قلبتهم وهنقل اللحمه زي ما قلت لكم. انا نقلت اللحمه وغسلت الحله وحطيت فيها حبه ميه، وهنزل بقى ايه معايا كيلو الا ربع مكرونه على نص كيلو اللحمه بتاعي. انت عايزه تقللي الكميه تكتري الكميه برضو، دي حاجه ترجع لك انت. هنا كانت الميه معايا غليت، هنزل بالمكرونه بتاعتي كلها واحط في ميه المكرونه دي حبه ملح بس، مش هحط زيت ولا احط اي حاجه.
لان المكرونه اللي هي البشاميل ما بيتعملهاش اصلا، ما بتحطلهاش زيت ولا بتتغسل يا جماعه. انما المكرونه المقوطه التانية او اي مكرونه تانية احنا بنعملها، بنشطفها تحت الحنفيه، وساعات في السليق بنحط لها ايه، حبه زيت. اما المكرونه دي بتاعتي اللي انا هعملها بالبشاميل دي، لا بحط لها زيت ولا بتتغسل بعد كده معايا. انا هنا كنت بوريكم المكرونه بتاعتي كانت خلاص كده اتسلقت، ما سلقتهاش ايه سوا كامله، لا سلقتها 3/4 ايه سوا، عشان تكمل برضو التسويه بتاعتها في قلب الفرن. هنا جبت حله، برضو نفس الحله بتاعت المكرونه، ما وصلتش حله التانية الصراحه. جبت حله بعد ما صفيت المكرونه بتاعتي وسبتها على جنب كده. جبت حله نزلت فيها ب4 معالق سمنه، وقدام ال4 معالق سمنه دول هنزل برضو ب4 معالق دقيق. كده هنعمل ايه البشاميل بتاعنا. هسيبهم بس كده يسخنوا شويه معايا، او يسيحوا بمعنى اصح، وانزل عليهم بالدقيق. هنا كانت خلاص بقى السمنه بتاعتي ساحت. هنزل بقى كده بال4 معالق دقيق، دي معلقه 2 3، وادي ال4 معالق. هفضل كده اقلب فيهم، اشوح فيهم شويه لغايه ايه ما الدقيق بتاعي يتحمر شويه في قلب السمنه. انا عايزه بس الدقيق الريحه بتاعته تروح تخش في قلب السمنه كده. حمر هنا فيهم شويه، وبعد كده ايه هجيب اللبن بتاعي، ايد بتقلب وايد بتنزل باللبن. ما عندكيش لبن وعايزه تعمليها بشوربه، بتبقى برضو طعمها حلو. انا ساعات بيبقى عندي شوربه لحمه، شوربه بطه، وما بيبقاش عندي لبن بعملها بيها برضو. توقفيش نفسك على حاجه. هفضل كده برضو اقلب. انا هنا حطيت ايه كيلو لبن، حطيت النص دوت، وهجيب برضو نص كيلو تاني هحطه. هنا هفضل اقلب برضو كده فيها شويه لغايه ما تتقل. انا هنا كنت حطيت نص كيلو بس ايه ما تصورش. هفضل كده اقلب بقى شويه. هنا بقى ايه، انا بحب في الخطوه دي بقى احط فيها ايه في قلبها ايه جبن. بصراحه ربنا ما كانش عندي جبنه اللي هي موزاريلا دي، وكان عندي جبنه اللي هي ايه، كان عندي هنا جبنه بقى فلامنك، فحطيتها في قلبها. الجبنه هنا بقى لما بتحطها في قلب البشاميل بتدي البشاميل طعم رهيب. الجبنه دي اصلا ساحت في قلب البشاميل. اي نوع جبنه انت عايزاه، رومي، اي حاجه بتحطها في قلب البشاميل بتخلي طعمها تحفه. انا هنا حطيت حبه فلفل اسمر، وايه وهحط حبه ملح. لا ما حطيتش ملح يا رب، حطيت مرقه دجاج، مكعب مرقه دجاج كده، واقلبهم كده في قلب بعض. وخلاص كده بقت ايه، تقلت معايا. انا هنا جبت المكرونه بتاعتي اللي اتسلقت، هاخد كبشتين كده او 3 كبشات من البشاميل، هحطهم على المكرونه وهقلبهم. وبعد كده هاخد برضو حبه بشاميل احطهم في الطاسه، واخد برضو حبه من اللحمه احطها ايه على المكرونه كده اقلب. برضو الخطوه دي يا جماعه برضو بتخلي المكرونه طعمها تحفه. جربوها بس بالطريقه بتاعتي دي والله، وانتوا بصوا احلى مكرونه هتدوقها في حياتكم. هنا كنت بوريكم المكرونه بص بتاعتي عامله ازاي. هاخد بقى كبشه من البشاميل واحطها في ايه، في الصينيه من تحت. الحركه دي ما بتخليش المكرونه معاكي اللي هتتحرق من تحت ولا اي حاجه، خليها تستوي براحتها وما تتحرقش. واحنا اصلا كده كده مسويين المكرونه 3/4 سوا. خدت نص المكرونه، نص الكميه. هنزل باللحمه، بس مش هنزل باللحمه كلها، يعني هشيل حبه صغيرين كده منها، لان لقيت اللحمه كتيره اصلا في قلب الصينيه. هرصها كده اهو تسويها كده زي ما انتم ما شايفين،
وهنزل بقى بكبشه من البشاميل برضو على اللحمه من فوق. الطريقه دي بتخلي الخرط بتاعت المكرونه كده وانت بتطلعيها تبقى ماسكه معاكي، بتبقى حلوه. في ناس برضو ما بتحطش لا بشاميل لا في الصينيه من تحت قبل لما تحط المكرونه، ولا بتحط على اللحمه كده، لا عادي. الطريقه دي والطريقه دي برضو حلوه، بس انا بحب الطريقه دي لان بحس ان الخرطه معايا كده طالعه، الخرطه بخرطتها مش سايبه كده، مش بسيبها تبرد ولا اي حاجه وخرطها، لا انا مخرطها برضو وهي سخنه كده. بقوا هنا بقى مني حبه مكرونه حطيتهم في طاجن تاني. انزل بقى بباقي البشاميل وهسوي الصينيه بتاعتي كده. في ناس برضو يا جماعه بعد البشاميل لما بيخلص بتحطي في قلب، بتكسر في قلبه بيضه. برضو بقى انا مش بحب الطريقه دي. هي برضو طريقه حلوه برضو بتخلي الطعم حلو، بس انا ما بحبهاش الصراحه. انا بعد ما بسوي كده لو عندي برضو جبنه برش على وشها من فوق، ما بحطش بيض. بس أنا برضو ما كانش عندي جبنه، فقلت اعمل ايه، رحت جبت بيضايه كده بلدي، كسرتها وحطيت عليها حبه فلفل اسمر وسنه ملح عشان ما تحدقليش المكرونه، بس حبه الفلفل الاسمر بس عشان يكسروا الزفره بتاعه البيض. عفوا، معلش يا جماعه بقى لو كان صوتي عامل، انا اليومين دول عندي بقى حبه برد، يلا ربنا يعدي على خير. هنا حطيت حبه فلفل اسمر وهرب البيضه بتاعتي، وبعد كده هنزل بيها ايه على وش المكرونه. انا كمان مش هحطها كلها لان انا ما بحبش البيض اصلا فوق المكرونه، هحسها كلها كتير على الصينيه. ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم وايدينا. ومعلش بقى اذا كان الفيديو طويل عليكم شويه، بس معلش بقى لازم نمشي خطوه بخطوه، عشان ايه المكرونه البشاميل يا جماعه لازم خطوه بخطوه عشان نعرفها مع بعضينا. هنا كانت خلاص بقى خلصت، هدخلها الفرن وايه، وهوريكم شكلها ايه بعد ما تطلع تبقى عامله ازاي. هنا خلاص بقى كانت طلعت من الفرن، مش قادره اقول لكم بقى على ريحتها كان عامل ازاي، ولا طعمها والله والله مش بجامل نفسي ولا اي حاجه، طعمها كانت تحفه. انا بص كنت هاكلها وانا واقفه اصلا. الطعم كان كده، اللهم صل على النبي، حاجه كده كانت جميله والله. بص انا هنا بوريها لكم انا بفرفتها ازاي. يا رب وصفه النهارده تكون عجبتكم، وكل يوم ان شاء الله وصفه جديده. ولو اول مره بتشوفي قناتي ما تنسينيش باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد مني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.